علاش مبقيناش كنحسو بالمتعة في الحياة؟ سر الدوبامين. واش عمرك كنتي كتحماق على شي حاجة ولكن مع الوقت مبقاتش كتعطيك نفس الاحساس ديال المتعة؟ بحال شي لعبة كنتي مولف كتلعبها، ولا شي رياضة كنتي كتموت عليها، ولكن دابا كتحس براسك غير دايرها بلا احساس وبلا والو، حتى في الاخر كتحبسها. ماشي غير انت اللي وقع لك هادشي، حتى انا كنت كنحس بنفس الشيء. كنت كندير بزاف ديال الحوايج اللي كانوا كيعجبوني، ولكن فجأة لقيت راسي بلا دافع، بلا طاقة وبلا رغبة باش انني نديرو. واش كاين شي ناس هكا الحياة؟ واش عمرك شفتي داك النوع ديال الناس اللي كيبانو مطفرين في كلشي، كيلعبوا الكرة مزيان، كيقراو 5 ديال السوايع كونتينيو بلا عذاب، مطلعين فورمه واعرة وديما عندهم الطاقة ينوضوا ويديروا الحوايج اللي باغيين، كيبانوا لك كأنهم في مستوى اخر بحال شي هاكرز. هكا الحياة. الحقيقة انهم فعلا مهاكين الحياة شي شوية، ماشي انهم اذكى واقوى منا، ولكن المخ ديالهم كينتج الدوبامين في مستويات صحية وكافية. السؤال، شنو هو الدوبامين؟ الدوبامين هو الهرمون المسؤول عن التحفيز، المتعة والرغبة في تحقيق الأهداف. أي حاجة كتعطيك المتعة، سواء كانت رياضة، موسيقى، دراسة أو حتى السكرول على السوشيال ميديا، المخ ديالك كيعطيك الدوبامين كمكافأة. ولكن هنا كاين المشكل، الناس اللي مخهم كينتج دوبامين بكميات مزيانة عندهم الدافع باش انهم يتحركوا ويحققوا الحوايج اللي فيها فايدة. اما حنا اللي عندنا دوبامين قليل كنضطروا اننا نلجؤوا لمصادر دوبامين سهلة، بحال التليفون، فيديوهات قصيرة والسوشيال ميديا، باش غير نحسوا بشي شوية ديال التحفيز. ولكن هادشي ما كينفعناش، بالعكس كيزيد الطينة بلة. الدراسة اللي كشفات السر. العلماء داروا واحد الدراسة، خداو 2 أشخاص وعرضوهم لنفس التجربة بالضبط. من بعد قاسوا مستوى المتعة اللي كل واحد فيهم كيحس به عن طريق انهم عبروا نشاط الدماغ ديالهم، ولقاو فرق كبير. فاش عاودوا التجربة على العديد من الاشخاص بقاو كيلقاو نفس النتائج. الاستنتاج هو اللي كان صادم، الناس اللي حياتهم عامرة ومحققين اهدافهم كيحسوا بالمتعة بشكل اكبر من الناس اللي حياتهم فارغة او غارقين في التشتت. ولكن علاش اللي عنده كل شيء الحياة ما كتزيد غير وكتعطيه، واللي بغى كل شيء كيخليه كل شيء؟ يعني واش دابا انا لا بغيت نولي نحس بلذة الحياة خاصني نحقق كاع الاهداف اللي عندي؟ الجواب هو ولا لا، حيتاش انك تحقق كاع اهدافك في الحياة ما غيكونش بين ليلة وضحاها، ويقد كاع ما يكونش. يعني من الغباء اننا ناخذ هذه كسوليوشن. حيتاش مع ذلك بقى لنا واحد الباب صغيرة باقي عندنا تحكم فيها، واللي هي الرغبات ديالنا. تخيل معايا ان الدوبامين ديالك بحال شي كعكة، وكل حاجة انت باغي ديرها وباقي ما درتيهاش كتجي تاخذ طرف منها. الا كانت عندك 3 ديال الاهداف، الكعكة ديالك غتقسم على 3. الا كان عندك 10 ديال الاهداف ومليون رغبة وكاع ما بديتي فيهم، الكعكة غتقسم على 10. وراه بان لك باللي ما غادي يبقى فيها والو طبيعة الحال. البلان هو انك مثلا ديتي 20 في امتحان ديال الماط، نورمالمون خاصك تفرح بزاف، ولكن انت عقلك اللي باغي يولي مليونير وباغي يطلع فورمه وباغي يطيح الدريات و غايقول لك وبلات عليا. انت درتي هاد الحاجه مزيانه، ولكن باقي لك ديك المليون حاجه باقي ما توشيتيهاش. اش غندير؟ غنشد داك الدوبامين ونقسمو على المجموع ديال كاع داكشي اللي باغي ديرو، ونعطيك داكشي اللي بقى، والشي الاخر تتولي مليونير وهاكو ها هو راه محطوط هنا ما عنده فين يمشي. كلما زادت الرغبات ديالك بلا ما تحققها، كلما المخ ديالك بقى يشتت الدوبامين حتى كتلقى راسك بلا طاقة، بلا دافع، وبلا احساس بالمتعة. الحل كيفاش نصلحوا هاد الشيء؟ واش كتقول لي بلي نحيد كاع الطموحات ديالي ولا كيفاش بلانك؟ لا، كنقول لك صلح الدماغ ديالك، ومع الوقت دماغك غيولي ينتج دوبامين بكميات اكبر، فغتولي تلقى راسك كتستمتع بداك الشيء اللي كان كيجيك من قبل صعيب. وتما بدات تزيد الاهداف واحد بواحد، ولكن الفرق انك تما غتلقى عندك الطاقه باش تخدم على دوك الاهداف، فدماغك غيبقى يجازيك عليهم بدل ما انه يحاسبك. واخا سيدي، وكيفاش غادي نصلح دماغي؟ اولا نقي دماغك من الرغبات الزائده. بركه ما تبغي كل شيء دقه واحده، ركز على اهداف محدده وواضحه. في البدايه من الافضل حدد 2 أهداف لا اكثر، مثلا الصلاه والقرايه. ضرب واحد المده دخل معاهم لاصال، ضرب مده دخل معاهم حاجه اخرى، ولكن ما تبالغش. لما شتيش راسك محقق بروغريس في الاهداف الحاليه، ما كلاش تنقز لحاجه اخرى. اللي بغى كل شيء خلى كل شيء. ثانيا،
بدل الدوبامين الرخيص بالدوبامين الطبيعي، بلاص فيديوهات قصيره والسكرولين بدلها بالرياضه ولا شي هوايه ولا شي حاجه اللي كتعطيك متعه حقيقيه. ثالثا، المتعه كتبدا ناقصه ولكن كتبقى وكتزاد. ملي تبدا شي نشاط جديد في البدايه كيبان ممل، ولكن مع الوقت كيولي يطلق الدوبامين الطبيعي اللي مخك كان محتاجه. رابعا، نظم حياتك. النوم، الرياضة والتغذية عندهم تأثير ضخم على توازن الدوبامين. حدد أهداف صغيرة وسهلة التحقيق. إلا كنتي باغي تبدا دير الرياضة، ما تقولش غندير 5 أيام في السيمانة من النهار الأول، لا، بدا ب10 دقائق في اليوم، هكا المخ ديالك غيبدا ينتج دوبامين طبيعي بلا ما تحس بالإرهاق. الخلاصة، حنا ماشي في ماتش خاسر، غير حنا خاصنا نبدلو طريقة اللعب. حدد أهدافك، نقص من التشتت وبدا بخطوات صغيرة، وغتشوف كيفاش حياتك غتبدا ترجع لها النكهة إن شاء الله.